أهلا بيكم. فيديو جديد وسريع كده، شوية دردشة عن مسلسل ولد بنت شايب اللي نزل منه خلال الأيام اللي فاتت 4 حلقات تقريبا يعني، أو على حد علمي يعني. في الحقيقة إحنا قدام أو أنا شايف إنه تجربة مميزة من ناحية القصة، من ناحية الأحداث، وقصة جديدة مختلفة، آم، يعني واقعية بتعبر عن نوعية الحاجات اللي احنا بنشوفها في الزمن اللي احنا فيه ده. طبعا زينة عبد الباقي أو زينة أشرف عبد الباقي هي مخرجة عرفت تحافظ على إنها تقدم صورة كويسة، و- وعندها أدوات حلوة جدا واضحة في الحلقات اللي شفناها. طبعا مفاجأة المسلسل العظيم أشرف عبد الباقي، وبيفاجئنا كل فترة من أول السنة اللي فاتت. مسلسل جولة أخيرة ورمضان اللي فات قلبي ومفتاحه. في الحقيقة يعني اللي في سني أو الجيل بتاعنا بيبقى مبسوط جدا إن أشرف عبد الباقي قدر إن كل عمل ليه يثبت نفسه أو يبين موهبته الحقيقية. للأسف يعني التعقيب الوحيد أو الحاجة الوحيدة اللي الواحد لاحظها في المسلسل ده إنه ممثلين الشباب في المسلسل للأسف ما كانش أدائهم أحسن حاجة ولا أفضل حاجة. ويمكن لو كان الممثلين اللي عملوا بطولة المسلسل كانوا خبرة أكبر أو عندهم يعني خبرة أوسع، أعتقد كان المسلسل ده يبقى في مكان تاني. وأنا مش عارف ليه جيل الشباب أو الممثلين الشباب مستعجلين على فكرة البطولة. تمام. فيمكن دي الحاجة الوحيدة يعني مش كويس، مش لطيفة، يعني إنه التمثيل كان ضعيف جدا من الممثلين الشباب، ولكن قدر عدد كبير جدا من الفنانين اللي معاهم في المسلسل إنهم يشيلوا المسلسل، زي انتصار وسعد يونس وأشرف عبد الباقي طبعا. آه، يعني لسه مستنيين الحلقات الجديدة، وجايز بعد ما المسلسل يخلص نعمل فيديو تاني وبس. سلام عليكم.